طلع على يشفع فيك كده عشان الكلام اللي انا هقوله هيزعل، واللي يزعل يا جدعان من الحق يبقى هو ما فهمش في الاصول. يا تبقى مشجع كوره فاهم، يا ما تبقاش عامل شبه دكر البط، لا بيفرق ما بين المحشي ولا ما بين الدشيش الخشن. دول بيتقال عليهم ابهاتهم او هم بيتقال عليهم ولاد نادي. واحد راح مضى ببيراميدز، والتاني طبعا اتعمل فيديو على القناه اللي كلها مسلسلات ودراما، كل يوم فيديوهات بتتعمل، واصل مش عارف انا جددت مع مين، ولا بنلاقي جدد ولا بنلاقي اي حاجه حصلت خالص. اللي بنلاقيه كله ضحك على الدقون، زي ما انتوا فاهمين الافلام الحمضانه اللي احنا زهقنا منها. اتقال لك ان سيف جعفر قعد طبعا مع رئيس الزمالك والراجل جدد وخلاص والدنيا تمام، واتعمل فيديو وشربوا 2 مانجا كانهم قاعدين على ضفاف النيل. بعدها بيومين 3 بصينا لقينا او سمعنا خبر ده سيف جعفر اصلا ما مضاش وسرق العقود. عقود ايه اللي عاملها يا جدعان؟ وانا كاتب عقد شقه وانا مأجر شقه؟ عقود ايه اللي بتتسرق؟ انا ما بشوفش الكلام ده الا في الزمالك بس، اقسم بالله الكلام ده ما بيتشاف الا في الزمالك بس. دايما انا عندي انطباع اللي بقول للناس عليه واللي الناس بتزعل منه من الحقيقه، ان الفرق ما بين الاهلي والزمالك عموما ككيان اهلي وككيان زمالك. ايه الفرق ما بين الاهلي والزمالك؟ هل البطولات؟ طب هل مبادئ؟ طب هل لعيبه؟ لا، الفرق ما بين الاهلي والزمالك هو حاجه واحده بس، ان هنا في خوف على المكان وخلاص. ايا كان عمرك ما هتلاقي الكلام ده بيحصل في الاهلي. انا زملكاوي بص بعترف لك ابصم لك بايدي ورجلي، الكلام ده مش هيحصل في الاهلي خالص. لك ان تتخيل ان كابتن ياسر ريان طبعا في الحلقات بتاعت مهيب مع برنامج اللعيب، واما الزمالك كان بيفاوض ابنه احمد ياسر ريان هو في سيراميكا ولا هو في الجونه، والراجل قال لك بالفم المليان ابني لو الاهلي رماه مش هيلعب في الزمالك، ما عندناش حد بيلعب في الزمالك. احترمت رايه الهدف، احترمت رايه الحاجه، ان هو مش صاحب بالين، ما بيشتغلش الناس. ما ممكن يقول لك ابني مرة الاهلي رماه ايه يعني اما ابني يروح الزمالك وخلاص، وهو بيلعب في الزمالك وافريقيا وممكن يكسر الدنيا والدنيا تمشي معاه. انما الراجل ما الفش، قال لك ابني مش هيلعب في الزمالك، احنا ما عندناش حد يلعب في الزمالك. تحترم رايه، هو قراره واخده. نيجي بقى الكباتن اللي راكبين عربيات والناس عرفتهم ولحم كتافهم من خير الزمالك. كابتن طبعا اسامه نبيه والكابتن فاروق جعفر اللي عمال يدينا اشعار في حب الكيان وحب النادي والكلام ده. بقول لك اصل انا ما اعرفش ان سيف وقع لبيراميدز، لا والله. هو سيف قاعد في شقه تانية يعني تمليك، ما بتشوفوش خالص يعني؟ انت ما سيف معكش رقمه؟ ما كلمتوش حتى لما عرفت انه قعد مع رئيس الزمالك باركت له، قلت له مبروك يا حبيب قلبي على التجديد للزمالك؟ اشتغالات وسبوبات بتحصل. المدر في كل ده يا جدعان ان هو جمهور الزمالك اللي بيشيل التين بتاع الناس دي. الناس دي يا جدعان انا حاسس ان هم نجارين مسلح، اقسم بالله ما حد بيشيل التين غير جمهور الزمالك. مجلس اداره الزمالك لو عايز يفشل، لو بيبصمهم بالعشره ان هم بيفشلوا الزمالك، مش هيرتكبوا الكوارث اللي بتحصل دي. كل يوم كوارث. وهات بقى بعد كل كارثه تحصل قناه الزمالك تحس ان الزمالك واخد افريقيا. انا بجيب القناه اقعد اتفرج احس والله العظيم 3 ان الزمالك لسه واخد كاس عالم الانديه. مفيش اي مشكله خالص يا جماعه، الناس دي عندها اللي يمشي يمشي واللي يقعد يقعد. ان سيبا ان احنا اصلا من الاول لو بصيت على الاساس فاشلين. هو انت اللي يمشي يمشي واللي يقعد يقعد ده لو انت ناجح، انما انت فاشل. وكل سنه ولا يعني كل سنه ولا سنتين بتطلع 3 4 لعيبه من عندك، نجوم بيمشوا ببلاش. ما انتش عارف تحافظ على عيلين لحم اكتفى ابوهم من خير الزمالك، انت مش عارف تحافظ عليهم. عمال يمطوحوك يمين وشمال، والله العظيم عمال يطوحوا في الزمالك. عرفت ان الزمالك ليه؟ الزمالك مش بيتهم من حد الا من ولاده. الزمالك ما بيتهمش من حد الا من اللي ماسكينه يا عم. هو ده الفرق ما بينك وما بين الاهلي. هفهمك تاني، الفرق ما بينك وما بين الاهلي ان هنا ناس بتخاف على المكان اللي كلت فيه عيش، عارفين ان هنا ما ينفعش اغلط، هنا في سيستم معمول انا بمشي عليه ما بعدهوش. عشان كده الاهلي هو الاهلي يعني افريقيا اخر 4 سنين 3 نهائيات، اخر 4 سنين 3 نهائيات. ليه؟ من ايه؟ واخد الدوري 900 مره واخد الكاس 3 4000 مره. ما هو الحاجات دي ليه؟ ارجع للاساس، ارجع من الاول، من اول طوبه اتنشأت. هو هنا في حاجه غريبه، وهنا هو ماشي قطر بيدوس ما بيشوفش قدامه حد، مالوش كبير ما بيقدرش. رمضان صبحي خد قرار انه يمشي من الاهلي، هو مش قد القرار ده اصلا، ما كانش قده خلاص. هو ما رمضان حاليا بيبطل كوره مع الوقت.
عمال يقول لك اصل رايح زد واصل رايح الجونه. ده المفروض يروح الجونه يصيف رمضان. ما هو بص، ربنا عرفناه بالعقل. الكوره 1 زائد 1 يساوي 2، ما فيهاش تجويد ولا فيها تلوين. هتعمل الصح هتنجح، هترتكب كوارث مش هتعرف تاخد مركز رابع. كل يوم طالعين للناس صفقة القرن، ده صفقة مش عارفة ايه، ولا في الكلام ده كله. كل الناس بيضحك عليها اقسم بالله. كل يوم ننام على قفا ونقوم على قفا جديد، ولا في صفقات ولا ما في صفقات. واول ماتش عندك في البطولة العربية يوم 28/7 اتحاد الكورة اللي احنا بننتقده وبنقول ده بيفتح القيد ومش عارفه لمين والساعه 12 بالليل، قال لك انا هفتح لك القيد هات صفقاتك عشان العبك في البطوله العربيه احسن. لو رحت بالشويه اللي انت واخدهم دول راح بيهم البطوله العربيه هتدخل فيك 9000 جون. لو رحنا بنص الملعب وخط الدفاع ده على النعمه ده انا اجيب خط اورنج احسن احطه ورا. ما هو انت كده مش هينفع. فين الصفقات؟ المفروض يوم 10/7 ده المفروض تكون عامل صفقاتك والناس عندها معسكر. المدير الفني يبقى عنده معسكر عشان يحضر للبطوله. انت هتلاعب وحوش، هتلاعب غيلان. ده النصر خط هجومه حكيم زياش وكريستيانو رونالدو وتاليسكا. هتلاعبهم بمين؟ بمصطفى الزناري تاجر الخشب ده ولا تاجر البويه ده؟ ما انت هتعمل ايه؟ هتروح هناك هياكلوك، هيدمدموك، هيكسروا لك عظمك. والشباب مش عارفه عنده مين. هو اسهل فرقتين في البطوله انا شايفهم يعني الاتحاد المنستيري والزمالك. اقسم بالله انا بكلمك بموارد الله. وما يبقاش عندك الغرور بتاع ال 1911 ده. لا وازاي ده احنا لا، ما عادش فيه في الكوره الكلام ده. ما عادش فيه في الكوره حاجه اسمها التاريخ والزمالك والكلام ده. تعال اتفرج يا اخويا النهارده انديه السعوديه عامله ايه. ده بعد كده اللي هيلعبوا في الدوري الانجليزي هتلاقي رؤى ومحمد عبد الغني وعمرو السي اللي بيجي لهم عروض من الدوري الانجليزي. السعوديه فضت العالم كله. ولا الهلال بقى ليه تاريخ في الكوره ولا النصر قد الزمالك والاهلي. تعال النهارده شوفهم بيعملوا ايه. روح لعبهم. انت مش هتلعبهم هتتفرج هيعملوا فيك ايه. هو ده الفرق ما بينك وما بين الاهلي. فالعيال هربت، العيال قعدت تستحق مصلحه الواد سيد الشغال. اللي عايز يقعد يقعد واللي عايز يمشي يمشي. هي ميغه وكلها تبع السبوبه والجيوب بتتملى. وفي الاخر الكل اللي بيتدمر ده هو جمهور الزمالك بس. ده الفرق ما بين الاهلي والزمالك. في هنا تمييز للمكان على نفسي، على حساب نفسي. في الاهلي بيميز المكان على حساب نفسه، على حساب جيبه. انما هنا سبوبات ليل نهار عمالين يجيبوا لي على القناه. الناس الاهلي بيعلن تجديد لعيبته كل يوم، يعلن تجديد ياسر ابراهيم، تجديد حسين الشحات، مش عارف تجديد لمين. اجيب قناه الزمالك الاقي بيغاروا ميه البسين. بسين ايه اللي بتغاروه يا جدعان؟ بسين ايه؟ ما انا هروح اتزفت اصيف في اسكندريه، هقعد في اي حته. لو الحلقه عجبتكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب. بكره ماتش الزمالك والمحله، استنونا في فيديو هيكسر الدنيا.